حكاية الحكايات. نهار نسا والحلقة الأخيرة وخيبة الأمل. كنا كنستناو الحلقة الأخيرة تكون أحسن من هيدا، لكن سامي أقري ونور سقلي وجواد الحلو اللي ألفوا هذا المسلسل خيبوا الأمل ديالنا. المهم ما عرفتي علاش كيعملوا واحد الشيء ماشي في المجتمع ديالنا، مره كيطرقوا لشي حاجه ما كايناش في المجتمع ديالنا، بحال مثلا ناديه ملي مشات باتت في الدار د فؤاد. الاخبار ديما طبعا داخله في البيت، نعست في البيت ديالو، هو طبعا عاس فوق الكنابي. ناضت الام ديالو في الصباح جبراتها تما، قالت له هادشي يا بني، قال لها نورمال هذه الخطيبه ديالي. هي قالت له بالحق واخا بني راه باقي ما عملتو كاري تصداق، باقي يعني حشومه هادشي، الناس يقولوا لينا. قال لا ماشي شغلي في الناس، فهمتي هادشي عادي، اذا ما بغيتيش نمشيو للاوتيل بجوج بينا، يعني هو وناديه نبيد بين يعملوا كاري تصدق. يعني واحد الشيء غريب على المجتمع ديالنا، ما كاينش مرات ماشي كنقول ما كاينش، هو كاين، ماشي ما كاينش بالحق. ما تطرقلوش في المسلسل كانه شيء عادي، فهمتي حنا هادشي ما عندناش عادي، ما عندناش عادي نهائيا. المهم خلينا من هادشي هذا. موراها كيظهر بطرس وفاتن غيرجعوا بعضياتهم، واخا بطرس كان كيظهر في الحلقات اللي قبل، يعني غير الحلقه اللي قبل هذه الاخيره، يعني كان بحال مستحيل يرجعوا لبعضهم. صافي غيرجعوا لبعضياتهم، تقبل الخدمه ديالها، واخا مزيان يرجعوا لبعضياتهم باش يربيو ابنهم مع بعضياتهم، غيمشي معها الكازا رغم انه كان ما موافقش على ديك الشيء نهائيا. اللي ضحكتني هي زازيا ملي عرفت راجلها في الخطر، لان قالها في الانعاش بقات كتبكي وكتقول شكون غيقبل عليا، فكرتنيش في الزواج براجل اخر، شكون غيقبل عليا، انا ما خصنيش نلبس ابيض، وانما كيفاش الراجل في الخطر وهي غتفكر شكون غيقبل عليا. المهم واخا هذه فاتت. زازيا تقنت الدور ديالها بزاف بزاف، تبارك الله عليها. تقنات ديك الطريقه، نسات الشماليات، طريقه الهضره، طريقه ما عرفتش واش هي اصلا من الشمال ولا لا. انا اللي قريت عليها في جوجل بانها من فاس، ما عرفتش واش الاصل ديالها شمالي ولا لا، ما نعرف. اللي استغربت في هنايا بان امينه ما دخلت لا عند سلمان، ما مشات عنده، ما تقول له ابني كيف عامل، لا حتى حاجه. ظهروا غا بان ناديه صافي ما كانش متقبله، كيغوت عليها كل شيء، جرى عليها، صيفطت له غا اوديو صافي كل شيء تعوض، طيب طن 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 المشكل كامل مع شحال هاد المشاكل غاسمع اوديو فيه ما كملش حتى دقيقه، العائل صافي تقبل هذيك يماه وحتى شنو مسميه نورا سقالي ما درتش معها مره، ما عرفتش علاش. مشات موراه عند المكي وما مشاتش عند بنا سلمان، اللي طبعا هي اللي رباتو، كتحسب بنا مربي عليه الكبده. قول له اسمح لي ما عاودتلكش على هذا الشيء، وكانه شيء عادي غتعاودوك. قالت له حشمت. يقول الحمد لله ملي حشمتي، الحمد لله لاله امينه ملي حشمتي، اول مره غتحشم. كنشوفوا كذلك بان امينه تقبلت كنزه بنت تكون مرات بنا حمزه، حيت هي مرت بنفس الظروف، والراجل ديالها اللولي هو اللي استرى وتزوج بها، رغم انها كانت حبلى بسلام. رغم ان في الواقع ما كنظنش غتكون، واخا الام تكون نفس الغلط، ما خصهاش ابنها يتزوج بديك الطريقه. المهم هذا مسلسل وتطرق لهذه القضيه بان العايل اللي كيكون في بطن امه اللي جا من الحرام ولا يعني بريء، علاش غتقتلو؟ واخا يعني علاش غتجهض وتقتلو؟ ما عنده حتى ذنب مسكين، واخا هذه ماشي مشكل فيها. المهم تقبلت تكون مرات بنا. كيجي سلام اللي باقي كيعترف وباقي كيحب نورا يعني امينه، بانه باقي كيبغيها، وصاتو على وليداتها. الزازيه عملت لهم يعني واحد الجمعه، واحد العشيه مع بعضياتهم، وعطاتها طبعا كادو. عملنا في الاول هما كيقولوا بان هي ما عندها حتى شي حق في ديك المدرسه، طنطان في دقه صدقت هي عندها حق، وشرات لها دبليج د الدحاء، وغيبقى يجي لها كل شهر يعني دخل من مدرسه كعب الظل. راه في الاول كان عندهم دابوزي كتقول لها ما عندك الحق حتى شي حاجه. المهم المسلسل فيه تشخطن بزاف، مزعلك صراحه تنقل، يعني بغاو يعدلوا كل شيء في المسلسل. تطرقوا لزينة المحارم، واخا مزيان طرقتوا زينة المحارم، جرأة منكم كنشكركم عليها. طرقتوا العيال اللي يعني كيبيعوا الحشيش، وخصوصا الشمال معروف هذه القضيه هذه الحشيش وديك الشيء، والناس كبار كيستغلوهم، ناس يعني المافيوسوس الكبار عند التبزنيت كيستغلوا العيال الصغار. مزيان الله يعطيكم الصحه لهذا الشيء. بالحق توريو بان في عائله واحده كل شيء زنا، عائله واحده فيها الفضايح كاملين، راه بزاف. يعني تكون واحد الخطا، يعني عائله فيها واحد الخطا، واحد المنكر، عائله كامله عامله منكر. هادشي اللي حنا ما تقبلناش صراحه تنقل.
طرقت وعاود القضيه الكرو بان كيعمل كانسير، ها هو المكي مشى له الصوت ديالو. هذه مزيانه حتى هي كنشكركم عليها. لكن اشياء اخرى الصراحه عيقتو. هذه بحال ما توشي شلاضه وكتبغى كتسيبوا فيها اللي صالح واللي ماشي صالح. تجات واحد الشلاضه متخطنه مزعلكه ما فيها ما يتنكل وما فيها ما ينشف. عيال ما عرفتي شكون اللي قال له بان ناديه هي العائله تسلم. كناش عارفينها قبل، مزيان شي العيال عندهم الخبر في دقه قالوا امر عادي وكيضحكوا فحال ما كاين حتى شي حاجه. المهم مسلسل فيه ثغرات بزاف، ثغرات اكثر من الجهد. ماشي هيدا حنايا بغينا ديك الهضره الشمال والحلاوه الهضره الشمال. من الحق المعالجه هذا المسلسل كانت ماشي في المحل ديالها. عيقتو بزاف بزاف بزاف. النهايه واخا النهايه سلموا راسهم، رانا في الواقع دا ما عارفهم حتى واحد ما غيسلموش راسهم، حيت مسلسل على داكشي ضروري خصهم يتعاقبوا. كنا كنتمناو، عرفتي واش غيعملوا الجزء الثاني ولا لا؟ كامل المسلسل والمشاكل والفضايح حق ما عملوش الحلول. حتى داكشي اللي حلوا بان العيال ساقوا الخبر وداكشي اللي وقع يعني دغيا تعوض طن 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 طن. تعودوا 20 حلقه وحنا في المشاكل، وحنا يعني في 30 كلشي تحل بقدره قادر، كلشي تحال، كلشي رجع عادي، كلشي بحال ما وقع حتى حاجه. كنا كنتمناو بان نشوفوا ملي غيسلموا راسهم كيفاش القانون المغربي كيفاش غيتصرف مع هاد النساء هادو اللي قتلوا الراجل ماشي عمد ودفاع عن النفس. كانت دفاع عن النفس بلا ديك الراجل اغتصب بنت امينه. كان خصنا يظهروا لنا هادشي، كيفاش القانون المغربي غيتصرف مع هاد النوعيه ديال الناس. اولا كان اغتصاب، ثانيا كان دفاع عن النفس. كان خصنا يظهروا لنا، من الاحسن كنا نعرفوا، لكن ما ظهروش. خلاهم صافي ماشيين وكلشي كيبكي عليهم. الزازيه هي بكات، رجع صاحبه الامينه كلشي كيبكي كلشي طبعا. حتى بنا حمزه واخا حتى هو كان يعني بحال اللي سلمهم وديك الشيء، حتى هو كيبكي طبعا يماه وعزيزاه وبهجه للصديقات العائله. المهم النهايه كانت شويش، كان خصنا تكون نهايه اقوى من هيدا. كنا كنتمناو النهايه تكون قويه على هيدا، ماشي غداوهم وسلموا راسهم مورا ديك الشيء شنو غيكون. يعني روايه كامله من الاول وحنا عايشين مع هاد الاحداث. كان خصنا نشوفوا شي حل عقلاني، شي حل القانون المغربي كيفاش غيتصرف معاهم. المهم هادشي اللي الملاحظه ديالي على هذا المسلسل. وكنتمناو مره اخرى تعدلوا لنا، واذا كنتوا غتعدلوا لنا شي مسلسل لا سمية عقيل ولا نورا سقالي ولا جواد نحلو، يعملوا لنا شي حاجه اعمق من هيدا. يعني عملتوا هذا المشكل، عملوا لنا شي حلول وظهروه. يعني ماشي بهذه الطريقه. هو مسلسل عليه مشاهده كبيره والناس المغرب كامل تقريبا تفرجوا على ما اظن. بالحق يعني المنكر ظهرته شيء سهل، شيء عادي عند الناس. هو اصلا ماشي عادي. يلا ظهروا المنكر، بغيتوا تظهروا المنكر وكتقولوا هذا الشيء واقع، وانما ظهروا بان داك الشيء ماشي عادي. اللي بغات سمعت انا شنو سميها ساميه اقري وكتقول انا بغيت نخلعكم، انا بغيت نخلع الامهات، طرقت لديك القضيه زينه المحارم ونعرف للبنات الصغار ولا الوليدات الصغار ما خصو يحدهم حتى واحد. عندك الصح في هذا الشيء، وانما ماشي بهذه الطريقه.